السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي، قناة لك سيدتي مع فاتي. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم شوربه ديال السمك سهله وبسيطه ولذيذه جدا، ونتمنى انكم تكملوا معايا الفيديو للاخير باش نصايبوها مع بعضياتنا. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاج في هذه الوصفه، عندي هنايا كما كتشوفوا واحد السمكه. انا كنت درتها في شويه ديال الماء، غير تسلقات واحد شويه مع شويه ديال الازير. عندي هنايا واحد شويه ديال الكروفيت، عندي واحد البصله، عندي هنايا لي زيبينار، عندي خيزو، جوج ديال القرعات، واحد البطاطا. بالنسبه لهاد المكونات الا ما توفراتش عندكم لي زيبينار ماشي ضروريه، الوليدات ديالكم ما كيبغيوش الخيزو اولا القرعه، تكتفيو غير بالبطاطا والبصله في هذه الوصفه فقط. ولكن راه الصراحه يعني واخا ديروهم ما كيبانوش وكيجيو زوينين. وبالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه ديال الربيع، هنا عندي شويه ديال الخرقوم غير راس ديال المعلقه، الملح، هنا التوابل ديال السمك الا كانت متوفره، هنا عندي الهريسه واحد شويه الا ما بغيتوهاش بلاش، عندي شويه ديال البزار، وعندي هنا القزبر يابس، عندي واحد جوج دروس ديال الثوم، عندي هنا الكمون عفوا، وهنا القزبر يابس، واحد كنور ديال السمك الا بغيتو. ما ديروش نهائيا، يعني ماشي ضروري في هذه الوصفه، يعني الناس اللي ما كتبغيش ما ديروش. حاولوا انكم ما تكثروش الملحه بزاف، لاننا غنديروا هاد الكنور مالح الا درتو. غنديروا صلصه الصوجه حتى هي مالحه، حتى هي غنستخدمها. وعندي هنايا زيت الزيتون، زيت الزيتون ضروري منه، انا عندي في كاع الوصفات كنخدم غير بزيت الزيتون. وهنا عندي البويون ديال السمك، يعني هاد السمكه هادي طيبتها في شويه الماء مع ازير وشويه ديال الملح، غير شويه ما بغيتوش بلاش. ودرت يعني من بعد ما طابت حيدتها وخديت قشور ديال الكروفيت. انا استخدمت الكروفيت، يعني نقيت الكروفيت وخديت القشور وخليتهم وسلقتهم هنايا. ومن بعد صفيتهم. ممكن انكم يعني دائما فاش تبقاو تجيبوا الكروفيت تقشروه وتخليو القشور ديالو عندكم في المجمد، وقت ما احتاجيتوها لشي وصفه بحال هذه كتاخذوهم وكتسلقوهم وكتستخدموا داك البويون ديالهم، اولا كتقشروا داك الكروفيت كامل وكتخليوه القشور ديالو حتى كينشفوا مزيان، يعني يكونوا هكا شويه ناشفين، وندخلوهم الفران. ملي نطيبوا فيه الخبز يكون باقي دافي نبقاو ندخلوهم كل مره، اولا نشعلوا الفران ويسخن مزيان ونطفيوه وندخلوهم الفران ونخليوهم على نار مهيله حتى كيرجعوا لينا مقرمشين. من بعد ما يعني كيتقرمشوا كنطحنوهم في الطحانه بحال الشكل اللي كنطحنوا العطريه، وكتولي عندنا بودره ديال قشور الكروفيت وكنستخدموها في الوصفات. ان شاء الله الا جابت هاد الظروف نصاوبها معكم ان شاء الله باذن الله. هاد الشعريه هذه هي اللي كنستخدم انا، غنستخدم غير وحده، ممكن ديروا كتر على حساب بلا زدتوا الكميه زيدوا حتى الفيرميسيل. اول حاجه غنديرها البنات هي انني غادي نحك هاد الخضر هذه، الا البصله نقطعها مكعبات رقيقه. غادي ناخذ البطاطا وغادي نحكها في الحكاكه الغليظه. من بعد ما حكيت البطاطا كما شفتوا على هذا الشكل، غادي نحك دابا الجزر بنفس الطريقه. انايا كنديرو مباشره يعني بهذا الوسط ديالو، ما عنديش مشكل. ومن بعد ما كنحك الجزر غادي ناخذ القرعه بنفس الطريقه. بالنسبه للبصله البنات انا نقطعها على هذا الشكل كما شفتوا. انا قطعت البصله هكا رقيقه. هنا البنات غناخذ واحد الكاسرون غندير فيه هاد المكونات هذه اللي قطعت، البصله والقرعه، الجزر والبطاطس. غادي ندير معاهم زيت الزيتون، تقريبا غادي ندير واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون. غنضيف صلصه الصوجه واحد المعلقه كبيره، وغندير التوابل اللي عندي كلها هنايا. الربيع ممكن ديروه في اخر مرحله الا بغيتو يبقى لكم الطعم، انا غندير دابا شويه وممكن في الاخير نضيف مازال شويه. وعندي هاد كنور ديال السمك غندير فيه غير النص،
اولا الربع. كما شفتوا ما نديرش كاع النص، قل من النص. هنا البنات كما كتشوفوا غادي نشحر شويه هاد الخضره، غير هكا واحد شويه، نحاول نشحرها. وغنضيف عليها لي زيبينار، واحد شويه ديال لي زيبينار كانوا عندي في المجمد، تعطيو فيها طعم لذيذ. ممكن انكم تضيفوا كميه اكبر على حسب الرغبه ديالكم. غادي نغطي عليهم، يعني تيطلقوا شويه الماء ديالهم والنار تكون مهيله عليهم باش ما يلصقوش لينا، ونرجع نكمل باقي الوصفه ان شاء الله. هنا البنات البويون ديالي غندير فيه واحد الورقه ديال سيدنا موسى، وغادي نديرها فوق النار باش يسخن ليا هاد يعني هاد البويون هذا. هنا البنات كما شفتوها هو سخن. غادي ناخذ فيرميسيل، حيد لها هاد الخيط اللي كيكون فيها، وغادي نديرها هنايا. انا غادي نخليها غير هكا في الماء طايب بلا ما نرجعها فوق النار، ونخليها حتى تطلق، ما تبقاش هكا قاصحه شاده في راسها. ملي غادي تطلق ديك الساعه غادي نقطعها ان شاء الله، ما تكونش طويله بزاف. وانا غادي ناخذ هاد السمكه هذه، غادي نحاول انني نقيها. الا كان عندكم السمك بطبيعه الحال ما فيش القشور يكون احسن. وانا كنخدم باللي متوفر عندي بطبيعه الحال، كنقيها مزيان وكنرد البال بانه ما يكونش فيها الشوك. وغير بشويه علينا حتى كنقيو هاد السمكه. ممكن ديروا الميرلون، ممكن ديروا الفرخ، اي نوع ديال السمك متوفر عندكم ممكن ديروه. ممكن ديروا غير الكروفيت بوحدو، الا كان متوفر عندكم الكروفيت غير بوحدو، ديروا معاه شويه ديال الكالامار اولا السيبيا اللي متوفر عندكم البنات. ممكن ديروا به هذه الوصفه هذه. ممكن حتى بالدجاج، الا عندكم غير الدجاج هكا الصدر ديال الدجاج وديروا معاه شويه ديال الكروفيت. انا غادي نستمر حتى نقيها كما شفتوا دغيا دغيا، راه يعني الشوك راه باين. غادي نستمر حتى غنقيها ونرجع معكم. وغادي نقي هذا الكروفيت هذا حتى هو بنفس الطريقه. هنا البنات كما شفتوا ها هو طلقات الخضره شويه الماء ديالها، وغادي ناخذ كما شفتوا الفيرميسيل اللي خليتها باش تسلق، وكنصفيها. داك الماء ديالها هو اللي كيهبط عندي هنا في الشوربه باش كيعطيني المذاق للشوربه. كنزيد مازال الماء غليان على هذا الشكل، وكنخلي هذه الخضره ديالي باش كطيب، نغطي عليها ونخليها تكمل الطياب ديالها. الفيرميسيل من بعد ما تصفات غنقطعها، يا اما نديرها في القطاعه ونقطعها، يا اما نقطعها بالمقص على حسب نتوما واللي بغيتو اللي جاكم ساهل. نحاول نقطعها كلها، تقطع ليا على هذا الحجم كما شفتوا. من بعد ما كنحس بالخضر انها طابت كنضيف يعني الكروفيت وداك السمك راه طايب، كنضيفهم الشوربه ديالي. وغنضيف حتى الفيرميسيل. فضفت الكميه كلها ديال الفيرميسيل اللي درت، يعني ديك الباكيه الصغيره، وانا ناقصه عليها النار باش تغلى غير شويه. كما شفتوا يعني انا عمرت الكاسرول كلها، وغادي تشرب مازال شويه الماء. غادي نخليها على نار مهيله. في الاخير البنات غنزيد لها شويه ديال الربيع، وعصره ديال الحامض. واحد العصره ديال الحامض. ممكن انكم ما تضيفوهاش حتى الاخير، عاد تضيفوها في الطبق ديالكم. بسم الله.
وهذه هي الشوربه ديالنا البنات، كتجي زوينه في المذاق وسهله في التحضير. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ممكن نرافقوها في الاخير مع لاصوص صوجا، نضيفوها في المرحله الاخيره بالنسبه للناس اللي كيبغيو مازال المذاق ديالها. كما كتشوفوا راها كتجي زوينه هكا كتجي البنات. ولا زدتو ضفتوا ليها لاصوص صوجا مازال كتجي ألذ وألذ. نتمنى انكم تجربوها وتستمتعوا بهذا المذاق ديالها البنات، يعني بابسط المكونات اللي متوفره عندنا في البيت. كنصاوبوا واحد الشوربه ديال السمك اللي هي لذيذه وسهله بسيطه في المقادير ديالها. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى الى عجباتكم انكم تضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو ابوني او سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. ونتمنى انكم تضغطوا على زر لايك، وشكرا لكم بزاف على المشاهده. وان شاء الله في انتظار التطبيقات ديالكم لهذه الوصفه هذه، وتصيفطوا لي ان شاء الله الصور في الانستغرام ديالي غنخليه لكم في صندوق الوصف. وشكرا بزاف على المشاهده.